الكراسي الاماميه بتيجي كهرباء، بس بيزيد في كرسي السائق انه بيكون في ميموري في الكرسي. لو جينا بصينا على بطانه الابواب هنلاقي ان الجزء العلوي ده في الباب جاي من الجلد السوفت تاتش، جاي جلد طري. تحت منه كده في كده حليه من الخشب مديها شكل حلو برده في الباب. والجزء ده هنا او في الجزء ده جاي برده من الجلد، بس جاي بلون الفرش الداخلي للكراسي. الجزء ده جاي من البلاستيك زيه زي اي عربيه، بس فيه مساحه تخزين صراحه هايله ممتازه كبيره جدا، واسعه قوي يعني. والعربيه بتيجي ب8 سماعات بنظام صوتي هارمان كاردن. القعده في كراسي العربيه الستيلفيو ناشفه شويه، هي في الاساس عربيه اداء اكتر منها عربيه رفاهيه. هو مش معنى كده ان هو مش مديك رفاهيه، هو مديك برضه، بس الاداء هو نمبر 1 عند ستيلفيو. التابلو برضو هنا جاي، الجزء ده كده جاي من الجلد السوفت تاتش طري، وهنا في تطعيمات من الخشب. الجزء ده برضو على فكره جلد مش بلاستيك، جاي برضو بس بلون بقى الايه برضو الكراسي بتاعت العربيه. تكييف العربيه بيجي اوتوماتيك ودول زون، وفي فتحات تكييف خلفيه. الشاشه بتاعت العربيه بتيجي 8.8 بوصه، وفيها برضو فيها بتدعم الاندرويد اوتو والابل كار بلاي، وفيها كمان خاصيه اللي هي الميرور لينك. وشاشه العدادات بتيجي 7 بوصه. ولو لاحظنا ان منطقه الداشبورد كلها بتاعت العربيات الالفا روميو كلها متشابهه. لو جينا بصينا هنا بقى على الكونسول هنلاقي ان الكونسول بيجي عريض وكله تقريبا من الخشب. الجزء اللي هنا ده كله او كل الجزء اللي ظاهر ده كله هنا قدامك جاي كله من الخشب. طبعا هنا في مخرج 12 فولت، وهنا في فتحه يو اس بي، وفي الجزء ده كده في برضو فتحتين كاب هولدرز معاهم برضو الطفايه بتبقى محطوطه هنا. طبعا هنا دي فرامل اليد الكهربائيه، وهنا تقدر تحط اي برضو متعلقات كده صغننه في ايدك. دي هنا زي ماوس للتحكم في الشاشه الترفيهيه في العربيه. ولو جينا بقى فتحنا علبه الكونسول هنلاقي فيه هنا العلبه حجمها كويس، وفيها فتحتين يو اس بي، واحده عاديه والثانيه تايب سي، وفيها طبعا اللي هي اليو اكس. في طبعا هنا مخرج 12 فولت. وهنا طبعا المسند بتاع اليد برضو جاي من الجلد الطري اهو. الطاره بتيجي مالتي فانكشن، وبتيجي طبعا من الجلد، وفيها بادل شيفتر زي ما احنا شايفين اهم. طبعا هنا في علامه او شعار الفا روميو الشهير. زرار اداره المحرك او ستارت انجن بتاع العربيه، بص فين هنا، جاي في هنا، مش في المكان ده زي كل العربيات يعني، لا هو جاي هنا. وطبعا الطاره برضو بتيجي دي شيبد.